للقاء الأحباب سعينا برحاب القرآن كهبي أنسام الجنات علينا أنسام الجنات علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء وطلقاء هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا إلى صيام نهاره وقيام ليله بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في مستهل حلقة، وهي الحلقة الأولى من مسابقة القرآن الكريم الرمضانية في رحاب القرآن الكريم آيات للمؤمنين. سنعيش وإياكم مشاهدين 30 ليلة من ليالي الشهر الكريم، نتدارس القرآن من خلال عدد من المتسابقين بمشاركة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم الذين سيستمعون إلى المتسابقين وسيقومونهم، وسأيضا نقدم لهم الجوائز بإذن الله تعالى. هذه المسابقة تنظمها وزارة الأوقاف والإرشاد برعاية كريمة من رئيس اللجنة الثورية العليا الأستاذ محمد علي الحوثي. نشير هنا فقط قبل أن نبدأ بأن المسابقة ستكون في حلقاتها الأولى لعدد 15 حلقة المصحف كاملا، ثم 10 حلقات فئة 20 جزء، ثم الحلقات الأخيرة فئة 10 أجزاء. سيكون هناك أيضا معنا في كل حلقة متسابقان 2. سيحصل المتسابق الأول على جائزة مقدارها 60,000 ريال، ثم المتسابق الثاني أو صاحب المركز الثاني سيحصل على جائزة مقدارها 40,000 ريال. فئة 20 جزء مقدار الجائزة سيكون 70,000، توزع كالتالي: 40 لصاحب المركز الأول، و30,000 لصاحب المركز الثاني. وفئة 10 أجزاء مقدار الجائزة 50,000 ريال. سيكون مقدار الجائزة الأولى 30,000 للمتسابق أو صاحب المركز الأول، و20,000 للمتسابق الثاني، بمعنى أن المتسابقين سيكونان رابحين لتدارس كتاب الله، وهذا شرف عظيم. وسيكون أيضا سيحصل على مكافأة بسيطة. نتمنى بإذن الله تعالى أن نوفق. وبداية اسمحوا لي أن أرحب برئيس وأعضاء لجنة التحكيم. أبدأ بأستاذنا الجليل فضيلة الشيخ الحافظ يحيى أحمد الحليلي رئيس اللجنة. أهلا وسهلا بكم سيد الفاضل. مرحبا بكم وأهلا. حياكم الله. كما أرحب أيضا بالشيخ الحافظ محمد يحيى جمعان عضو اللجنة. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. وأرحب أيضا بالشيخ الحافظ محمد حسن الكباري عضو اللجنة. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. حياكم الله. كما يسعدني أن أرحب بالمتسابقين في أولى حلقات مسابقة القرآن الكريم لهذا اليوم. المتسابق الأول محمد علي محمد الشوكاني من أمانة العاصمة. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. كما أرحب أيضا بالمتسابق الثاني هاني عبد الناصر الوهاشي من محافظة البيضاء. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. حياكم الله. فاصل مشاهدينا الأعزاء ثم نعود إليكم. الله الله سبحان الله سبحان الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. واسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى برئيس وأعضاء لجنة التحكيم. أهلا وسهلا بكم، والكلمة لكم أستاذ يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع المتسابق الأول ليقرأ علينا من قول الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. محمد بن علي الشوكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة
دفعة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق والميزان لا ما فيش ميزان. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يكفي، أحسنت. السؤال الأول للمتسابق الثاني هاني يقرأ لنا من قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يكفي، أحسنت، بارك الله فيك. إذن مشاهدينا الأعزاء، نشكر المتسابقين وأعضاء لجنة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم. انتهينا من الجولة الأولى، فاصل ثم نعود للجولة الثانية من المسابقة. رمضان هلا هلاله ضيفا يشرف كل عام أهلا به أهلا به حيته أرواح الكرام. رمضان هلا هلاله ضيفا يشرف كل عام أهلا به أهلا به حيته أرواح الكرام. شهر الفضائل كلها شهر التلاوة والصيام هو موسم أكرم به تعلو به همم الأنام. رمضان هلا هلاله ضيفا يشرف كل عام أهلا به أهلا
قدره تحوي الملائكة والسلام، وبها يشمر كل من بعظيم فضل الله رمضان هل هلاله ضيفا يشرف كل عام، أهلا به أهلا به حيته أرواح الكرام. فالبث بهمة عابد حلل النوافل والقيام، وتلمس الفقراء لا تبخل بمال أو ضعام. هلاله ضيفا يشرف كل عام، أهلا به أهلا به حيته أرواح الكرام. وبكل أوراد الدعاء واصل إلهك يا همام، قل يا إلهي إنني عبد ضعيف في المقام. هل هلاله ضيفا يشرف كل عام، أهلا به أهلا به حيته أرواح الكرام. شهر الفضائل كلها شهر التلاوة والصيام، هو موسم أكرم به تعلو به همم الأنام. رمضان هل هلاله ضيفا يشرف كل عام، أهلا به أهلا به حيته أرواح الكرام. أهلا به أهلا به حيته أرواح الكرام. أهلا به أهلا به حيته أرواح الكرام. حيته أرواح الكرام. الله الله سبحان الله سبحان الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، وأرحب أيضا مرة أخرى برئيس وأعضاء لجنة التحكيم. أهلا وسهلا بكم جميعا. نبدأ الجولة الثانية فضيلة الشيخ يحيى. السؤال الثاني للمتسابق الأول، اقرأ من قول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون.
واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. أحسنت، بارك الله فيك. المتسابق الثاني، اقرأ من قول الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أحسنت، بارك الله فيك. شكرا جزيلا للمتسابقين ولرئيس وأعضاء لجنة التحكيم. وإلى أن يتم رصد درجات وإعلان النتيجة نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. الله الله سبحان الله سبحان الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد. وفي هذه الأثناء نعلن نتيجة المسابقة، حيث حصل المتسابق محمد الشوكاني على 98% في الحفظ، وحصل في التلاوة على 96، بينما حصل المتسابق هاني الوهاشي على 99% في الحفظ و97% في التلاوة. مبروك للمتسابقين، والجائزة سيتسلمانها عقب الحلقة من مندوب وزارة الأوقاف والإرشاد. أشكر المتسابقين، كما أشكر كثيرا رئيس وأعضاء لجنة التحكيم الشيخ الحافظ يحيى أحمد الحليلي رئيس اللجنة، الشيخ الحافظ محمد يحيى جمعان عضو اللجنة، والشيخ الحافظ محمد حسن الكباري عضو اللجنة. شكرا جزيلا للجميع. وقبل أن نختم حلقة هذا اليوم ننتقل وإياكم لنستمع إلى السؤال الخاص بكم بالمشاهدين في المنازل، والذين بإذن الله تعالى من أراد أن يشترك في المسابقة ما عليه إلا أن يسجل السؤال ويجيب عليه، ومن ثم بإذن الله تعالى سنعلن لكم كيف سيتم التواصل أو كيف سيتم إرسال الإجابات، إجابات 30 حلقة بإذن الله تعالى في نهاية رمضان بإذن المولى عز وجل. إلى السؤال الخاص بالمشاهدين. سؤال الحلقة: كتب الصيام على الأنام فريضة قدسية من خالق الأكوان، وبذلك الأمر الإلهي آية مشهورة في محكم القرآن. السؤال مرة أخرى: كتب الصيام على الأنام فريضة
قدسية من خالق الأكوان. وبذلك الأمر الإلهي آية مشهورة في محكم القرآن. اذكر الآية الدالة على ذلك وفي أي سورة. بهذا مشاهدينا الأعزاء نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من مسابقة القرآن الكريم الرمضانية للعام الهجري 1437 هجرية في رحاب القرآن آيات للمؤمنين. نشكر لكم جميل الإصغاء وحسن المتابعة. دمتم في أمان الله ورعايته، ونلتقيكم في حلقة قادمة على خير في أمان الله. الله الله سبحان الله سبحان الله. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا، برحاب القرآن تهبي أنسام الجنات علينا، أنسام الجنات علينا، أنسام الجنات علينا. بلابل الإيمان قد جاءت هنا، تتلو كتاب الله في إتقان. بلابل الإيمان قد جاءت هنا، تتلو كتاب الله في إتقان. كم آية في الكون في الإنسان تدعو إلى الإيمان بالرحمن. كم آية في الكون في الإنسان تدعو إلى الإيمان بالرحمن، تدعو إلى الإيمان بالرحمن. الله يا الله